شباب بلوزداد يتهزم من ايانج. ايه المشكله يعني؟ عادي. يعني هي المشكله كلها انه عمل مباراه قويه امام النادي الاهلي. ما معظم فرق الدوري المصري بتعمل مباراه قويه امام الاهلي او الزمالك. يبقى معنى كده ان الفرق دي كلها تبقى ند للنادي الاهلي او تبقى ند لنادي الزمالك؟ لا. الفرق دي لما بتشوف نفسها هتلاعب الاهلي ولا الزمالك، اللاعب ذات نفسه بيكون عنده استعداد قوي انه يكون بيلعب قدام الاهلي او الزمالك، عشان خاطر طبعا السوشيال ميديا كلها بتنتقل عليهم لانهم بيلعبوا ابطال زي او في حجم النادي الاهلي ونادي الزمالك. عشان كده بقول معظم فرق شمال افريقيا لما بتلاعب النادي الاهلي او نادي الزمالك تحديدا بيكون عندهم استحضار قوي للمباراة، بحيث انهم هيكونوا ظاهرين عالميا او ظاهرين افريقيا. علشان كده انا مش مستعجب ان شباب بلوزداد تتهزم من ايانج 4-0. لا، دون الوضع الطبيعي. ولكن لما فرق زي دي بتقابل النادي الاهلي بتكون مركزة تركيز شديد، لان السوشيال ميديا كلها بتكون عليهم من خلال مباراة قوية في حجم فريق النادي الاهلي.